الجنيه المصري ارتفع ارتفاع طفيف أمام الدولار الأمريكي ليصل إلى 53 جنيه و2 قرش في البنك المركزي المصري. أهلا بكم في قناتكم المتخصصة ونتكلم فيها عن أسعار الدولار وأهم الأخبار الاقتصادية أول بأول. يلا بينا نبدأ في تناول الأسعار. واصل سعر الدولار النهاردة تراجعه قدام الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات، وده في عدد من البنوك المصرية بالسوق المصري. وكانت الأسعار كالآتي: في البنك المركزي المصري سجل الدولار 52 جنيه و88 قرش للشراء، 53 جنيه و2 قرش للبيع. أما في البنك الأهلي المصري فسجل الدولار 52 جنيه و78 قرش للشراء، 52 جنيه و88 قرش للبيع. في بنك مصر سجل الدولار 52 جنيه و78 قرش للشراء، 52 جنيه و89 قرش للبيع. أما في بنك الإسكندرية فسجل الدولار 52 جنيه و79 قرش للشراء، 52 جنيه و90 قرش للبيع. في بنك القاهرة سجل الدولار 52 جنيه و87 قرش للشراء، 52 جنيه و97 قرش للبيع. التراجع الحالي بيأكد حالة التحركات السريعة اللي بيشهدها سوق الدولار خلال الفترة الأخيرة، وسط متابعة قوية من المستثمرين والمتعاملين لأي تغيرات جديدة في السوق. ورغم الهبوط لسه في حالة ترقب مسيطرة، خصوصا مع ارتباط حركة الدولار بعوامل اقتصادية وعالمية. لو حابب تتابع أسعار الدولار أول بأول ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. مع السلامة.